استاذ عبد الكريم، احنا نريد يعني نعرف من عندك شلون صممت هذا الجهاز. اولا احكي لنا شلون صارت عندك الفكره وشلون سويته. بالبداية احنا كنا طلاب معهد الحويجة، فالعادة للتعليم العالي انها تريد بحث تخرج، فكنا 3 طلاب يعني تقريبا المتميزين على المرحلة، فاجتمعنا مع معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور بلال عبد الله ناصر. تداولنا الفكرة هناك لشركة BMW وشركة الكثير من الشركات السيارات نظام لإيقاف السيارة عن طريق الأقمار الصناعية، لكن هذا النظام النقطة السلبية به، وهي نقطة مهمة جدا، هو حرق العقل بالكامل. احنا حاولنا نطور هاي البراءة، فتوصلنا لنتائج مبهرة جدا، واستعملناها كاستعمال شخصي وخاص بصاحب السيارة عوضا عن الشركة بذاتها. فأصبحت براءة الاختراع هذه أو المشروع يوقف السيارة عند سرقتها. في حال السرقة يقوم صاحب السيارة بالترميش أو إجراء اتصال على السيارة، فتوقف السيارة بمكانها. يتم تحديد السيارة عن طريق الGPS، تأتي رسالة تحدد موقع السيارة، يتم ذلك عن طريق الGPS المعروف عبر الأقمار الاصطناعية. طيب. هناك شفرة. يعني احنا نريد نعرف شلون انت اخذت بيه براءة اختراع، بوحدك وياك جماعة؟ وياي جماعة من ضمنهم مروان أحمد حمود، والطالب الأخ العزيز عبد الله عويد شبيب، بالإضافة إلى الأستاذ المساعد الدكتور بلال عبد الله ناصر الذي أمدنا بالمعلومات الوفيرة في الحقيقة التي كنا نحتاج إليها. جربنا الجهاز على العديد من السيارات، وهاي البراءة قمنا بمخاطبة التقييس والسيطرة النوعية في بغداد التابعة لوزارة التخطيط العراقية. في الحقيقة أبدت استعدادها وعرضتها على خبراء من وزارة العلوم والتكنولوجيا. أبهرت بهذه البراءة لصغر حجمها وإمكانية استخدامها في مجالات عدة عوضا عن السيارة، منها تشغيل إسالات المياه، مشاريع المياه، المعامل التي تشتغل عن طريق الطاقة الكهربائية، المولدات التي تشتغل عن طريق الطاقة الكهربائية تعمل يمكن تشغيلها وإيقافها عبر الاتصال. والله بالنسبة للجهاز، يعني من خلال ملاحظتي للعملية اللي صارت أمامي، يعني جهاز راقي ومن الأجهزة اللي تثبت جدارة خلال وضعنا اللي احنا نشوفه، اللي ما يشجع، لان هناك حالات سرقه للسيارات وغيرها، لكن انه جهازه برغم بساطه عمل يعني امكانيه صنعه، نجد انه في بابداع ويستحق الشهاده، يعني براءه اختراع بهذا المضمون. حقيقة البراءة التي قام بها براءة الاختراع التي قام بها الأخ عبد الكريم هي حقيقة نقلة نوعية للتحكم بالسيارات عن بعد، وكذلك حمايتها من السرقات والأعمال الأخرى التي قد يعني تحدث في العراق. هذه البراءة الاختراع وكثير غيرها لم يعني تلقى الاهتمام الوافي من الحكومة العراقية. لو وجدت هذه البراءات في دول متقدمة ودول ذات نظام سيادي ديمقراطي، ممكن أن نجد اهتمام كافي بهذه البراءة الاختراع، وأن يتم تقديم لها المعونات المادية والمعنوية واللوجستية لتكون في المكان المناسب. حقيقة هذه البراءات وغيرها من الاختراعات والاكتشافات التي يقدمها الشاب العراقي اليوم لا تجد الاهتمام الكافي من الحكومة العراقية. هنالك إهمال لكل أنواع التقدم والكفاءات. حقيقة الكفاءات في العراق بدأت تهاجر بسبب هذا الإهمال الذي تلاقيه من الحكومة العراقية.